بالنسبة بقى للماتش بتاع الزمالك والمصري، الزمالك امبارح لعب، هو عارف هو عايز ايه من الماتش. آه، في الشوط الاول كان هجمات ما بين الفرقتين. معرفش، حسام عبد المجيد برضو مصمم ان هو يطلع بالكورة. عنده اخطاء غريبة جدا. بيعمل ميس باص، يعني في حتت بتتقلب عليك هجمة بتبقى غريبة، وبتبقى ممكن ان انت من خلالها ان انت تستقبل اهداف. ان شفناه في كذا كورة بيعمل الكور بتاعته ما بتطلعش مظبوطة. دي مشكلة عند حسام عبد المجيد، كانت موجودة من فترة واشتغل عليها فترة ورجعت تاني دلوقتي بتبان. بيبيع نفسه بسرعة، معرفش ليه. برضو اوقات بيبقى بيجري بالكعب لوحده. ده انا برضو معرفش ايه السبب فيه، بس يعني هو مش وحش، بس يعني يحاول يخلي باله كويس جدا يعني. محمد اسماعيل زي ما انا قلت هو كان من نجم بجد في خط الدفاع. الزمالك في الشوط الاول آه، يعني لعب ماتش النادي المصري ساعدوا عليه ان هو ماتش مفتوح. فكنت بتشوف هجمة هنا وهجمة هنا. ولكن في كورتين ثلاثة من النادي المصري كان ممكن ان هم يدخلوا جوان. الكرة بتاعت محمود حمادة دي ضاعت كده باد لك ليه. هو عامل فيها متابعة كويسة. وصلاح محسن يا جماعة، بصراحة مهاجم ده يعني انا مستغرب ازاي ده مش موجود في منتخب مصر. ازاي الراجل ده ما بيلعبش في المنتخب يعني؟ ده ما بيلعبش ولا منتخب اول ولا منتخب المحلي. والكرة التانية اللي ضيعها برضه صلاح محسن برضه دي، يعني هو يعني خد قرارين في وقت واحد. هو خلاص كرة عدت من صبحي وبقى هو جم، فمش مصدق نفسه اتكعبل. فركز ان هو ياخد ضربة جزاء لما لقى زحمة حواليه، وهي مش ركلة جزاء خالص. الكرة دي بالمناسبة لما اتردت بهجمة للزمالك، انا ما اعرفش ليه الحكم ادى فاول على عدي الدباغ. الكرة دي مش فاول خالص على عدي الدباغ، وعدت من ناس كتير، وهي كانت آه، يعني المدافع بتاع المصري اصلا وقع، وهو كان هيبقى انفراد يعني. بس تقريبا الحكم عشان يريح نفسه ويهدي من الجري بتاعه فصفر فاول خلاص. لكن لو رجعنا الكرة دي كويس، انا متأكد الكرة دي مفيهاش اي حاجة ولا فيها اي فاول خالص.